مرحبا بكم في دمشق، عاصمة سوريا العريقة. أنا رجاء حيدر، وهي قناة الحرملك. إذا بتحبوا تابعوني. رحلتنا اليوم رح تاخدنا إلى شارع القيمرية أو الإشلة كما يسميها أهل الشام، أحد أقدم شوارع دمشق وأكثرها تميزاً. شارع القيمرية جوهرة دمشق القديمة، يبهر زائريه بعبقه التاريخي وتنوعه الثقافي، من عمارته العتيقة إلى أسواقه النابضة بالحياة. ولكن ما يميز شارع القيمرية حقا هو تنوعه في مجال الطعام، فهنا تجدون مختلف أنواع المأكولات العربية التقليدية، من الفلافل والحمص إلى الشاورما والكباب. وأكيد ما رح ننسى الكرواسان والبيتزا اللي بيجوا الزوار إلى القيمرية خصيصا لياكلوا هيك أكلات. أما البوظة عالصاج حكايتها حكاية بالقيمرية، والمناقيش والفطاير عالطاير. حتى اللي بيحب يقعد عالطاولات ياكلوا الفتة والفول والتسقية كمان موجود. باختصار القيمرية شارع الأكل ومكتر. رح أترككن مع المشاهد اللي بتعبر عن نفسها، وإذا كل يوم بتجوا على القيمرية بتشوفوا شيء جديد. بتمنى يعجبكن الفيديو وتشاهدوا للأخير. هيا بنا. للأسف الشديد شايفين كل هالزحمة وكل هالناس، ومرت هي السيارة الشاحنة من بين كل هالعالم، حتى ما في مكان الناس توقف على طرفي الطريق. شيء محزن. شارع ضيق مثل هذا، على أي أساس بتمرق سيارة مثل هي؟ كل هاي الزحمة والعالم واقفة. منيح اللي فيه هذا المكان مشان الناس دخلت بهي الدخلة.
هاي قهوة النوفرة بالرداء الشتوي لأنه الدنيا برد، فحاطين نايلون على قهوة النوفرة. وهي باب الجامع الأموي الخلفي. وهيك بنكون وصلنا لنهاية مشوارنا بشارع القيمرية.
بتمنى تكونوا استمتعتوا بجمال هاي المنطقة الرائعة. لا تنسوا الاشتراك في القناة للحصول على المزيد من مقاطع الفيديو والمحتوى المثير. نتطلع إلى رؤيتكم قريبا. شكرا لكم.